السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم احمد من قناة بيت العيلة. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الفراخ البلدي او هنسلقها بس بطريقة حلوة ومطلع منها احلى شوربة وبطريقة سهلة جدا جدا جدا. دي فرخة بلدي اهيت في الفلاحي. خلاص هنجيب الحلة فاضية جدا ما فيهاش اي حاجة، هنشفها كويس ونسخنها على النار، وهنزل بالفرخة حتى لو كنت غسلاها غسيل مفيش بعد كده. لابد من الخطوة دي عشان تقدري تشربي شوربة صح. تقدري تكتفيها او تقدري تسيبيها زي ما انا سايباها كده عشان خاطر بتبقى سهله عليا لما باجي اقطعها. خلاص كده. اي ميه هتصفيها، اي ميه هتنزلها على طول في الحوض وتيجي كباها ولحد ما تبقى ناشفه جدا جدا في الحله. وبعدين ممكن تشطفي الحله تاني ونحطها من اول وجديد. خلاص نشفت تماما. هننزل بقى بورقتين اللوري وبصله متقطعه 4/4 وحبتين حبهان وشويه فلفل اسمر. خلاص. وممكن نقطع طماطمايه 4/4 او شويه يعني طماطمتين مضروبين في الخلاط حسب ما انت عايزه، او معلقه معجون صلصه زي ما انت عايزه. خلاص، مع معلقه زبده او سمنه او شويه زيت صغيرين. انا بعمل بزبده او بسمنه بلدي. تمام كده، حته صغيره جدا لان هي كده كده هتصفي دهون وحتى تبقى شوربتها دسمه يعني. خلاص، بس حاجه عشان التشويحه بس مش اكتر. حته صغيره اهي نزلتها معاهم. خلاص، ومعلقه صغيره معجون طماطم، وهديها تشويحه لحد ما ريحه البهارات كلها تطلع مع بعضها، وبعدين هنزل بالميه زي ما انتم شايفين. تمام كده. وبعدين هعلي عليها لحد ما تغلي، وبعدين احط لها الملح بتاعها وشويه سكر، وهسيبها على الهادي لحد ما تستوي. اهو اتغلت كده غلوتين، حطيت لها الملح وحطيت لها شويه سكر علشان خاطر بيخلي الشوربه طعمها حلو وما بتغيبش في السوا. خلاص، وطلعتها وحمرتها وعملت معاها شويه رز بشعريه، واحلى شوربه بقى. اشربي احلى شوربه بجد. وفراخ متحمره بحته سمنه بلدي يا دوب، بس حطيتها على السمنه البلدي كده، حطيتها تحت الشوايه او في الطاسه، وبقت جميله جدا وما فيهاش اي حاجه وسهله جدا وما فيهاش اي حاجه خالص. يا رب تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله انتظرونا في حلقه جديده ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.